جات لك بنوته عندها 24 سنه، الام في رقبتها مزمنه بقالها 4 سنين، بتلف على الدكاتره، والالام اللي في الرقبه دي مسببه لها صداع وزغلله واجهاد ومش قادره تقعد تشتغل. واول ما اشتغلت الوجع زاد بعد ما اتخرجت. عندها 24 سنه، لفت دكاتره مخ واعصاب، دكاتره عظام، مسكنات، علاج طبيعي، علاج رياضي، تنزل الجيم، مفيش حل للموضوع ده. وهوبا سبحان الله وبقدرة قادر جات لك وفي 3 جلسات اتحسنت تحسن رهيب. اكتشفتي ايه؟ هو اولا مش معنى ان الالم في الرقبه ان المشكله اصلا بتكون لازم تكون في الرقبه. اوكي. تمام. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا العضلات بتاعه الرقبه بيكون في عضلات ديب اللي هي العضلات العميقه اللي بتثبت الفقرات، والعضلات السوبرفيشال العضلات السطحيه اللي بتحرك الرقبه والراس. ايه ده؟ يعني انا عندي عضلات عميقة وعندي عضلات سطحية؟ طبعا اوكي. وكل واحد ليه دور وليه توقيت. امتى ماشي. بتحصل الازمه؟ لو توقيت منهم اتغير، مم. ماشي، او واحد فيهم قام بدور التاني. وده كومن ان هو يحصل لان احنا طبعا بيكون عاداتنا غلط في القعده في الشغل او حتى ان احنا ضعاف او في ستريس مخلي الميتابوليزم او الكيمياء بتاعت جسمنا ضعيفه ومجهده، اوكي. فبالتالي عضلاتنا مهما كانت هتتاثر وهتكون اضعف من الطبيعي. ماشي. فهيكون سهل ان هو باي حركه غلط باي مجهود مفاجئ ومش مظبوط. تيجي واحدة تقول لي نمت نومة غلط صحيت موجوعة اسبوع. بالظبط. يعني انا فضلت بص على الكمبيوتر كده ومايله شويه كده، شكرا، فضلت موجوعه اسبوع او اسبوعين وما فيش مسكنات بتجيب. بالظبط. طب وبقول انت لك كان ايه الحل بتاع الحاله دي؟ انك اكتشفتي ازاي ان العضلات العميقه هي المشكله او العضلات السوبرفيشال هي المشكله؟ ازاي اكتشفتيها؟ هل بايدك بتكتشفي الموضوع ده؟ هو طبعا بالاسسمنت، بس مش بالاسسمنت بس للرقبه. امال ايه؟ انا عملنا اسسمنت العمود الفقري كله، الرقبه والقفص الصدري، الفقرات الصدريه والقطنيه وكمان الحوض. ايه ده؟ يعني انا ممكن فقرتي القطنيه والصدريه تاثر على الرقبه؟ 90% من الحالات بتكون اصلا من الفقرات القطنيه والحوض، بيكون مسمع في الرقبه، مش الرقبه هي السبب اطلاقا. اوكي. قليل جدا لما تكون الرقبه بس هي السبب. اوكي. فالتشخيص الصح والتقييم المظبوط هو اللي بيحدد لنا بالظبط اصل المشكله، وبالتالي فعلا ممكن في جلسه واحده من 1 ل3 واقل كمان. ماشي، مش بنكمل 6 جلسات وخلاص بتكون خفت ومش محتاجانا تاني. بطلب منها بس تيجي بعد شهر اطمن عليها لو محتاجه حاجه. يعني انت ما لقيتي عند البنوته دي لقيتي مشاكل عندها في الحوض وفي الفقرات الصدريه؟ بالظبط. مشاكل زي ايه مثلا؟ مش فاهم. كان في التواء مثلا؟ يعني انا مثلا هل اقدر اقيم نفسي ولا لازم اجي لك؟ طبعا اكيد صح. لا، مش هتعرف تقيم نفسك. الاعراض اللي ممكن اي حد يحسها في المشكله دي انه بيكون اولا اول حاجه بيشتكي منها بعد الالم. ايوه. هو الاجهاد السريع. اجهاد سريع. بالظبط. وهنا هنيجي لنقطه الكور ستابيليتي او ثبات الجذع. ثبات الجذع. يعني انا مثلا دلوقتي بقف في المطبخ، وقفت بقيت 10 دقايق ومش قادره. بالظبط. وده مش طبيعي. بقيت اقعد على المكتب ربع ساعه تلت ساعه وابقى متعصبه واروح قافله كل حاجه وقايمه. بالظبط. ده حقيقي. وده بيكون كارثه في وقت الدراسه ووقت الامتحانات. أيوة. وبيكون كارثه مع الشغل لان احنا في الشغل احنا محتاجين 6 ايام في الاسبوع. هنعمل ده ازاي؟ ايوه صح. ماشي. فكارثه حد بيتعب بعد 10 دقايق و5 دقايق. طب وبعدين اما انت لقيتي عندها عدم ثبات في الجسم، يعني انت الحاله دي ما مديتيش ايدك على رقبتها اصلا؟ لا خالص. هي خالص؟ بالعين. بالعين بلس اديتها فرصه. يعني انا اشتغلت مره على عضلات الرقبه وفعلا نو افكت. يعني انت مره اشتغلتي اول جلسه جات لك الجلسه اللي بعدها قالت لك انا مع الاسسمنت، بس انا بقول لها انا كان هدفي ان انا اقول لها اتس نو افكت والمشكله مش في الرقبه. ماشي. وبعدها يعني كان هدفك من الجلسه الاولى انك توصلي لها المعلومه دي؟ طبعا. اصل ساعات العيان يجي هو عايز يقود الجلسه، يقعد يقول لك ايه، لا دوس لي هنا، انا لو دوست هنا هرتاح، انا لو حركتني كده وترقعتني مش عارف ايه. يا ابني انت مش فاهم. بالظبط. انت مش فاهم. اسمع يا دكتوره. اوكي. هو فعلا معظم الوقت حضراتهم بيكونوا جايين هم مذاكرين شات جي بي تي او مذاكرين فيديوهات او بيحاولوا ان هم سواء ليهم تجربه قديمه في العلاج الطبيعي بيحاول ان هو يكون شايف ان ده هو صح. العلاج بتاعه. صح. فبيحاول هو يدايركت الجلسه بتاعتي انا، مع ان انا تقييمي هيكون مختلف لان انا نظرتي اوسع بكتير منه. صح. بالنسبه للبيشنت بس انا عايزه اوضح فكره كور ستابيليتي بتاع ثبات الجذع من الرقبه لحد الحوض. ان احنا عندنا عضلات عميقه وعضلات سطحيه.
تمام. الميكانيزم الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه ان العضلات العميقة هي اللي بتثبت والعضلات السطحية بتحرك. اوكي. المشكلة اللي معظم الوقت بتحصل مهما كان بسبب ديسفانكشن او حاجة غلط احنا عملناها او بسبب انه الهابت واللايف يعني ايه ستايل، ديسفانكشن؟ معلش انا اسف. حاجه ما بتتحركش كويس تقصدي يعني؟ حاجة او ثابتة مثلا في مكانها مش بتتحرك في وضع غلط. ماشي. فالباقي بيعوض. فالباقي بقى فاهم. يعني مثلا انا عندي حته ثابته في وسط فقراتي الصدريه، بسبب الحته الثابته وسط فقراتي الصدريه ده رقبتي عماله تتحرك اكتر بكتير، بالظبط. فرقبتي تعبت بسبب الحركه دي. بالظبط. أوكي. الرقبة تتعب، العضلات تشد بسهولة وتتعب، بلس ان هو هيكون على المدى البعيد هيعرضني طبعا لديسك، صح. انزلاق غضروفي انزلاق غضروفي في ده الرقبه. أكيد. طبعا. وانزلاق غضروفي كمان في القطنية. اوكي. فانا لو ما لحقتش نفسي بدري، وانا لايف ستايل انا بشتغل على مكتب مثلا او بذاكر او طبيعه شغلي بتخليني ان انا اعمل ستريس على الفقرات العنقيه والقطنيه، واوريدي فيها هايبر موبيليتي او حركه زياده عشان بتعوض مكان تاني، فانا في حدود في اقل من 5 سنين انا هيجي لي انزلاق غضروفي. اوكي. يعني انا هنا في الحاله دي انا ممكن اجي لحضرتك بس عشان شغال على مكتب وحاسس بشويه الام، طبعا. ما استناش لحد ما الاقي ايدي وقفت طبعا. ونملت والدروب فوت والقدم تسقط والمشاكل دي كلها، انا اجي لك تعملي اسسمنت ده او الاختبارات دي بتعرفي ايه المشكله ساعتها. هو ده اكتر بيشنت انا بحب اشوفه في العياده. لان هو بيجي لي بعد ما يتعب بشويه او بعد شويه اجهاد، مش أوكي. بيستنى لما يحس بالتنميل وظهر ويحصل أيوة. انزلاق الغضروف. صح. وده فعلا شفته الفتره اللي فاتت في فئه اللي هو عشرينات وثلاثينات، لانهم فعلا يعني ما شاء الله بيكونوا طموحين وبيكونوا عايزين ان هم يبذلوا مجهود عالي في شغلهم. فده لو جسمهم مش في الشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه وفي اي ديسفانكشن باي شكل، ماشي، فهيتعبوا فعلا بسرعه. وهيجوا عشان كده بقينا نسمع شاب عنده 20 سنه وبنت عندها 17 سنه وعندها انزلاق غضروفي في العنق وايديها منمله. ما كناش نسمع الكلام ده من 30 سنه مثلا. بالظبط. ولو دول كانوا موجودين قبلها بشهر او بسنه. أيوة. مجرد بس ان احنا نعمل تقييم، نشوف الدنيا كويسه ازاي، نرجع الحركه الطبيعيه بتاعه الفقرات، نرجع تاني للمرونه والقوه بتاعه العضلات والانديورنس بتاعها، قوه التحمل. ايوه. ففعلا هو في اسبوعين بس هيكون بيرفكت، مش خلاص، وهتكون عرفت التفاصيل اللي محتاجه تلتزم بيها والتعليمات اللي خلاص تخليها سيف. طب سؤال تاني، هل انت شفتي في الحالة دي ان هي بتتنفس غلط او فقرات 100%؟ شفتي ده؟ طبعا شغلنا في العيادة فيميل مع فيميل، سيدات مع سيدات. فأنا دايما بقول لها انت مش حامل، فما فيش مبرر ما تتنفسيش من بطنك. فعضلة الحجاب الحاجز ودورها في التنفس كريتيكال، يعني من اكتر الحاجات الجوهريه في العلاج بتاعنا في العلاج الطبيعي. صح. اكتر حاجات جوهريه اللي تخلي بني ادم جسمه سليم. يعني دلوقتي لو انا عندي 24 سنه 25 سنه بنوته، اتصل احجز معاكي عشان انا اشوف اللي ممكن يجرالي قدام. مش لازم استنى البلا، لا، ممكن ندركه قبل وقوعه بكتير. بالظبط. وانت الحاله بتقولي خفت معاكي في 3 جلسات بس عشان لمستي النقطة. ولا مسكنات ضغطت على كبد وكلى، ولا جلسات علاج طبيعي ملهاش معنى، ولا رياضات ملهاش معنى، ولا لا، كانت الجلسات العلاج الطبيعي اللي بتاخدها قبل كده يا دوبك بتفك العضلات، وكده كده العضلات هتشد تاني، لان مش ده اساس المشكلة. صح. شكرا يا دكتور. خبرة كام سنة ما شاء الله عليك؟ من 2019. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكتورة آية مكاوي يا جماعة، يعني أنا اتشرفت بمقابلتك النهاردة وهنسيب لكم الأرقام الحجز إن شاء الله. وهذا والله أعلم. شكرا.